خلصانه. المهم ما في. بعدين وحده 1 2 3 4 ما في. بعدين وحده عندكم شيء للصبح هذا؟ لك هاي ايش عم بتساوي؟ صار لك ساعة بتحسب؟ كل شيء محسوبة. ايوه. أكلك محسوبة، شربك محسوبة، مصروفك محسوبة، الحركة اللي بتتحركها محسوبة، النفس اللي بتتنفسه محسوبة. ايوه. إذا بحكي لك قصة محسوبة من هون لعبكرة ما بتخلص. احكي لي لشو؟ يا سيدي قصة محسوبة بديت معي من هون. إذا حسبنا المصروف على أساس يكون الدخل 2 3 4 ما راح يمشي الحال. إذا رجعنا عدنا الحسبة على أساس يكون الدخل 2 3 4 5 محسوبة. ولك اشبك يا رجال اشبك، لسه حاطط راسك بهالمحسب من الصبح لهلا وما فتحت امك معي بكلمة. طب بصير هيك؟ ولك اسكتي يا مرة، اتركيها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. ليش؟ لأنه شلون من حسبتها ما بتوفي؟ 9 أولاد وأمهم فاتحين تمن، شلون بدها توفي؟ إذا كل راتبي 4000 ورقة، يعني راتب موظف، إيش بده يكون؟ لك ما صار شيء، اشتغل لك شغلة ثانية. اشتغلت شغلة ثانية وعم باخذ منها 2000 ورقة، بس هال2000 ورقة تبع الشغلة الثانية خصصتها كلها مي وكهرباء ودواء، يعني هي بده يتم صافي الراتبين 4000 ورقة. وشلون من حسبتها ما عم بتوفي؟ لكن حسبتها على الفلافل. إذا حسبتها على الفلافل نحن 11 زلمة، من صندويشة بدكن على الفطور 11 صندويشة، ومثلن على الغداء وشرحوا على العشاء، يعني باليوم بدكن 33 صندويشة، على ب10 330 ورقة، في الشهر 9900 والراتب 4000 محسوبة. وإن حسبناها على المجدرة، إذا حسبناها على المجدرة بدكن شوال رز وشوال عدس محسوبة. وإن حسبناها على المخلوطة بدكن بركة مخلوطة كمان محسوبة. ليش يا حزري؟ المخلوطة بتتاكل بلا بصل؟ لا ما بتتاكل. بدكن في الميتة شوال. لك وخصوصي عندي هالصغير هادي تمع بياكل حتى عينيه الزرزير يفضح كبرته يقوم من ناقص لقمه. ولك عيب يا رجال عيب، اسكت لحدا عيب علينا، حدا بيحكي على اولاده هالكلام؟ ولك من غلبي يا مرة، من غلبي، الله وكيلك من غلبي. 9 أولاد كاسرين ظهري، مع انه محسوبك اذن بالنهار حارس بالليل بلا مؤاخذة. ولك انا كنت ما اصدق انه بنمشي على الحيط الا بالسيرك، بس وقت اللي اجوني هال9 أولاد شفت فعلا بنمشي على الحيط، مو بس على الحيط، على السقف كمان. ولك جان قرود سعدين ينعن ابوهم واحد واحد. ابن عمي ايش في؟ يا ابن عمي خير ان شاء الله. ايش في؟ ولك جايين عيد وبدنا نشتري صرامي للاولاد. ليش دور مين من الاولاد بشري الانضرار؟ دوري. لك دور مين من الاولاد؟ يعني معقولة نجيب لولد نترك ولد؟ بشتري للكل. ايه بس ما بنزل معي على السوق ولا ولد. ليش خير ان شاء الله؟ ايش في ابن عمي؟ انا خير ان شاء الله. لك هداك العيد سودوا وجهي، نزلت معي 9 أولاد على السوق لاشتري لهم انضرات على العيد، ودخلوا على المحل وفلتوا جواته مثل السعادين، 2 ورا الطاولة، 2 على الجنب، 2 على الرف، 2 على السقيفة، صاروا 8. او انه صغير التاسع بقينا نلاقي. بعد وين بتريدي لقينا؟ وين ابن عمي وين؟ جوات أندرة نمرة 45. لذلك ما بنزل معي على السوق ولا ولد، بتسجلي لي نمر اجرهم على ورقة وبجيب للكل أندرات. إيه عجب ومعك تجيب للكل؟ اعطيني هالآلة حاسبة، شو اعطيني هالآلة حاسبة. إذا كان قلنا كل أندرة ب200 ورقة، 9 أندرات 1800 ورقة، خسل نص المعاش. لذلك أضبط شيء أجيب لهم شحاطات لصيق من 30 ورقة لكل ولد أطرقوا فيها على وجهه
اعبي وجهه دم، خلي يجخوا على هالعيد. ابن عمي ايش في؟ ولا تنسى قدامنا فتوح المدارس، وبدنا نشتري شناتي وكتب وصداري للولاد. بس اعطيني هالآلة حاسبة. 9 أولاد بدهم كتب ودفاتر وأقلام وصداري، الله يخرب ديارهم بدهم مكتبة هدول. لك قولي لكل ولد 500 ورقة، 9 أولاد 4500 والراتب 4000 محسوبة. يعني نحن بهالصنف هذا لحاله آخر الشهر بنركب الأناريه لورا 500 ورقة. ابو محمد خير ان شاء الله. ولك ما تمعنا شين الدولة، المونة خلصت، بدي امول مونة الجبنة والزيت والمعصرة والبرغل والبصل ودواء الغسيل وغيره. ايش في كمان؟ دوختينا بطلباتك، وحدي الله ابلعي ريقك العمى في غيمك. شركتي الزوز؟ بدك اعطيني هالآلة حاسبة، اعطيني هالآلة حاسبة. شو قد قلتي بدكم جبنة؟ يعني قال من 100 كيلو. 100 كيلو جبنة على 50 ورقة 5000 ورقة والراتب 4000 محسوبة. زيت شو قد بدكم؟ بس 3 تنكات. 3 تنكات زيت، كل تنكة زيت ب 2500، 3 تنكات 7500 والراتب 4000 محسوبة. بترول الله يلبكم، شو قد بدكم؟ لك قال من 1000 لتر. 1000 لتر مازوت على 6.5 6500 والراتب 4000 محسوبة. أنا برأيي لا تاكلوا لا جبنة ولا زيت ولا برغل ولا بصل. نعم نعم، لك ايش بدنا ناكل؟ كلوا هوا. والله بصراحة يا ابن عمي الهوا بهالايام كثير طيب، خيوم ناكله، هذا لسه ما سعروه. لك قصة ولك لحدا يسمعنا مو هوا، والله إذا سمعوا بسعروه. ابن عمي خير إن شاء الله. يا ابن عمي بتصدقي بالله وانت تقولي ابن عمي انا قلبي يعصني؟ معناتها في طلب. ايش في؟ بدي اطلب ابن عمي، بدي اطلب. اطلبي. طيب بقرب منك ابن عمي. هلا بعد 9 اولاد بكير. ابن عمي ايش في؟ الله يوفقك، حن علي شي نار والله ايدي انهرت وانا عم بقتل لهال9 بجان القرود. ولك المعنى. ولك يحن عليك الله، وحن علي شي نار وشيلي شربة غسالة صار منك. ايوه هلا كملت ووصلنا لمرحلة من الرفاهية والبطر. هلا طلبتي غسالة، بكره بدك شعرية. لا صاعين جلاتي. ولك انت بتعرفي انه حق الغسالة 4500 والراتب 4000. ايه والله كلي محسوبة. ولك محسوبة و60 محسوبة، لأنه هيك طلبات على هيك راتب لازم تكون محسوبة، وإلا منهور ومنصير على الجنط. فحتى ما نتبهدل ونتشرشح ونصير على الجنط لازم نتبع خطة لا باكل ولا بشرب. بس بتطلع بعيوني. ابن عمي ايش في؟ يا ابن عمي ولك احكي ايش في؟ ما عاد بدي غسالة. إلهي أحمدك وأشكرك. ولك بطلت. لك ولك طقت خلونا وزان أبسنا. ولك يحن عليك الله وحن علينا شي نار، طلعنا شي طلع البدروسية شبه. اوعي تجيبي سيرة البدروسية على لسانك. ها ليش ايش في؟ لسه عفصل هديك السنة ما نسينا. انت كنتي باركة بالخيمة ونزلت انا و9 اولاد على زيق البحر نشم هوا، ونحن باركين على زيق البحر واني تجي لك سيارة تي ان تي بي ام في وتنزل منها سائحة المانية لابسة مايو وساحبة معها كلب شعره فريزي. بركة السائحة الألمانية هي والكلب جنبنا وطلعت سندويشة همبرجر بدها تطعمي اياها. بصراحة أنا كثير اشتهيت عليها. نعم عمين اشتهيت على الهمبرجر. مبلي على السائحة الألمانية. هي طلعت سندويشة الهمبرجر بدها تطعمي اياها للكلب، وإنه يجي أصغر قياس من أولادك وبدون ما تحس عليه السائحة الألمانية يسحب لحمة الهمبرجر ويحط بدالها 4 شفرات. العمى 4 شفرات؟ 4 شفرات. نسيت انه ابن الحرام سحبت لحمة الهمبرجر، ليش تحط بدالها 4 شفرات؟ وانا كل اللي عندي 4 شفرات الله لا يوفقه. المهم مالك بالطويلة وهي عم بتطعمي سندويشة الهمبرجر للكلب المزودة بالشفرات، الكلب يقرط اول قرطة
ويصير ينط ما يحط. الكلب شيرو يمين شيرو شمال، واني احسن ادوب له. لك لمين تدوب له؟ مفكر حالي بالله ما انا. المهم شيرو يمين شيرو شمال، شي يطلع لفوق شي ينزل لتحت. عم بقول لك صار يعوي بصوت مجروح، عصواته لم خلق على مد عينك والنظر، وابنك ولا له خبر. اجت الجاليه الالمانيه واجا القنصل الالماني واجا السفير الالماني، وقامت الدنيا وقعدت. ليش؟ لانه الكلب من دول العالم الاول. والبخيلك اكثر انه للكلب هويه وشهاده منشا وجواز سفر ومرشح حاله للوزاره. الكلب؟ لا نتنياهو طبعا الكلب. الله ينعم الكلب وينعم نتنياهو. خيو لا تحر حالك على الفاضي، الشغله ما بتستاهل. تقوم تجيك شي جلطه بتروح لنا فيها ان شاء الله. معلوم بدكم يعني ما انحر لما انجلد، صاير لكم حمار ببلاش. محشوم يا ابن عمي محشوم. لك والمطعم اذا اكبر من هيك. ولك قصدي ادرك اكبر من هيك. ايوه ابن عمي ايش في كمان؟ بدي اقول لك اليوم اجى لعنا شرطي ترك لك ورا ابن عمي. اجى لعنا شرطي وترك لي ورقه. خير بالصلاه على النبي، هاتي لاشوف. لا تحلم انك تاخذها. لك هاتي لاشوف. لك هاتي لاشوف ايش فيها؟ بالنص ابن عمي بالنص. ولك كثير محسبه مكسب اذا شرطي جايب لنا ورقه. ايه بالنص، هاتي بالنص. لا مخرب بيتي هي مسطره يا ابن عمي. لا تطلع 9 وابوها العمى وين الرفيون. عمل 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 عمل. لا تطلع ابن عمي لا تطلع. ليش بالنص؟ خديها كلها. لك ما عاد بدي. ايش في؟ عمل 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 عمل. لك ايش في خيو صار؟ لك ايش في خيو صار؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لك يا صار. والله بنزعل عليه، وكان ابن خلق وعالم وما كان ياكل الا الهمبرجر. ولك ليكون الكلب هو بذاته. ولك اي اندفعت انت كثير زعلان على الكلب. ولك انا مالي زعلان على الكلب، زعلان على الغرامه الماليه اللي فرضوها علي يا مرة. فرضوا عليك غرامه؟ شو قد فرضوا ابن عمي يحسب؟ عم تدعي السائحه الالمانيه انه حق الكلب شو قد ابن عمي يحسب؟ $2000. يعني حجب على السوري شو قد بتساوي؟ عد فرقات. لك اعطيني هالآلة حاسبة، اعطيني هالآلة حاسبة. لا شوف $2000. لك هاتي هالآلة حاسبة. إذا عنا $2000 على السوري شو قد بتساوي؟ شو ورقة؟ يا ما على الله على هالصواب. 100,000 ورقة سوري. العم منين بدنا نجيبها هي؟ بس بتعرفي مقدرين الظرف وبيعرفوا انه انا مالي قدرة ادفع حق الكلب نقدي. مقسطي لي اياه على اقساط شهرية، كل شهر ادفع 1000 ورقة قسط الكلب. في السنة 12,000. على 8 سنين بنطلع خالصين نحن والكلب. يعني بدنا نتم 8 سنين كل شهر بندفع 1000 ورقة قسط الكلب. الله يخرب دياره وقلب جمعية سكنية. لك الله. لك انا اذا ببيع كلابي التسعة، قصدي اذا ببيع اولادي التسعة، ما معي اوفي حق كلب السائحة الالمانية. لك شغلة بتخيل، شغله بتهستر، شغله ما تخطر على البال ولا على السجام. الزمامير عم تضرب الشوفيريه طول النهار، والعداد مخبي الشوفير لتحت لحتى ما ترى رقم الشوفير، واشاره عطت شوفير على اليمين وراحت لي اشاره على الشمال، وال25 ورقه دنت نفسها على شرطي، وال15,000 ورقه بتاخذها كلها على بعضها بشهاده سواقه، وسياره ماشيه على الرصيف بامان الله، وانه يجيها مواطن ماشي بسرعه 120 كيلومتر في الساعه يخبط في السيارة ما نطقت الشهادة لا من تمها ولا من الباجاج تبعها، السيارة بتموت والمواطن بكسر اسطوباته، المواطن بوقف الجنائية 3 أيام على ذمة التحقيق، الجنائية بتدفع 2000 ورقة المواطن بيخلي سبيله، السيارة بترفع دعوة على المواطن بوقف القاضي بوكل محامي، المكتب ما عنده محامي، بيقوم المتعهد بيقدم محامي للمكتب، المحامي كان على العظم، والأوقاف لها علاقة مع المتعهد، بتقوم الأوقاف بتوقف القاضي والمكتب والمحامي، بيحيلوا البلدية على الموضوع، بتطلع على الرخصة من البلدية، بتطلع البلدية مزورة، بيحيلوها لمجلس تحليل بجامعة حلب، مجلس تحليل بيحيلها لمجلس تحليل بجامعة جدة، بتتخرج من كلية الهندسة، بتتعين بمديرية الزراعة، بسنة واحدة الله وكيلها بصير عندك فيلا وسيارة ومزرعة، حبيبي أنا مالي علاقة، اللي طالع المقادني على الجحش هو اللي بينزله، ايوه خلصوا كل حكاياتي.